سهيلة قالت بصوت عالي: رفايدة، معقول انت لسه عايشة؟ نور بصت ناحية سهيلة، لقيتها بتبصلها. تميم راح لسهيلة بسرعة وخدها بعيد. دكتور تميم، هي رفايدة لسه عايشة؟ أمال أنا عزيت في مين يا أخويا؟ وطي صوتك لو سمحتي، أنا هفهمك كل حاجة على السريع. رفايدة طلعت عايشة، لكن عندها فقدان ذاكرة من الحادثة، وهي دلوقتي ما تعرفش إنها رفايدة ولا مراتي. هي تعرف إن اسمها نور، وما ينفعش تعرف دلوقتي إنها رفايدة. ها، فهمتي؟ لو سمحتي انسحبي دلوقتي في هدوء. سهيلة خدت بعضها ومشيت بعد ما ابتسمت لنور من بعيد، اللي كانت واقفة تبصلهم ومستغربة. تميم اتنهد وراح ناحية نور اللي بتبصله باستفهام. مفيش، دي كانت جارتي أنا ورفايدة. لما شافتني وشافتك واقفة معايا افتكرتك إنك رفايدة يعني. سلمت واعتذرت على الموقف ومشيت. بس دي كانت بتتكلم كأنها شافت رفايدة فعلا. اختلط عليها الأمر، ما تشغليش بالك. بصي، الفستان ده هيبقى تحفة عليكي. واشتروا كذا طقم ليها ومشيوا في طريقهم للبيت. وهي في العربية اتصل حسام. انت فين يا نور؟ أنا بشتري لبس وحاجات كده يا حسام. تاني يا نور؟ تاني نزلتي من غيري؟ ما انت مشغول يا حسام، وبعدين عادي بقى. هترجعي امتى؟ أنا هستناكي نتغدى سوا. لا اتغدى انت، أنا لسه قدامي وقت. حسام قفل الفون معاها وهو متضايق وحاسس إنها بتبعد عنه. تميم مسك الفون منها بعد ما قفلت مع حسام وقفله. قفلته ليه يا تميم؟ بصي بقى، أنا عايزك تبقي مركزة معايا طول ما احنا مع بعض. وماما ست كبيرة وبتتخنق من مسكة التليفونات، وعلى طول تزعق لنا وكرمة عشان الموضوع ده، فمش عاوزين نزعلها. نور سكتت وراحوا عند الفيلا بتاعتهم، بيت الزوجية. نور أول ما وصلت حست إن قلبها اتخطف. حطت إيديها على قلبها. مالك يا نور، فيكي حاجة؟ لا أبدا مفيش، اتخطفت بس أول ما شفت المكان هنا. هو المكان مبهر، بس مش لدرجة إنك تتخطفي يعني كده لما تشوفيه. دخلت نور مع تميم علشان تستقبلهم مجيدة وكرمة. مجيدة قالت: أهلا وسهلا يا حبيبتي، منورانا. أهلا بيكي يا طنط. نور عسل قوي يا أبي، منورة يا نور. انت اللي جميلة يا كرمة، ميرسي. أنا هعمل مكالمة وارجع لكم. ها؟ قام تميم اتصل برجب أبو رفايدة. انت فين يا عمي؟ احنا في الطريق اهو يا ابني. مش هوصيكم، ها، اوعوا تغلطوا، وكأنكم جايين تزورونا فجأة عادي يعني. ما تقلقش، انا مأكد على سناء هي ونهى. اتصل تميم بعدها بأحمد. ايه يا دكتور، المدام نورت بيتها؟ تخيل ان رفايدة في بيتها دلوقتي. بس تصدق، بتقول قلبها اتخطف اول ما شافت البيت. طب دي حاجة كويسة يا تميم. حاول بقى تقعد معاها في اكتر مكان كانت بتحبه في البيت، ويعيد لها الذكريات بس بطريقة غير مباشرة. هعمل كده فعلا، ومامتها وباباها واختها كمان جايين في الطريق. طب كويس جدا، ربنا يصلح الحال يا صاحبي، وتفتكر بسرعة بقى. طب هسيبك انا بقى عشان اروح اشوفها. خرج تميم، لقى كرمة ومجيدة قاعدين يتكلموا مع نور. تميم قال: ايه الاخبار، مبسوطة؟ جدا، طنط وكرمة لزاز قوي. رن جرس الباب وفتح تميم. وقتها دخلت سناء بسرعة ملهوفة تشوف رفايدة بنتها. قابلتها مجيدة بسرعة علشان تسيطر على مشاعرها. أهلا يا سناء يا أختي، هي المفاجأة الحلوة دي. سناء وهي بصة على رفايدة وبتعيط: أهلا يا مجيدة يا أختي، قلنا نيجي نزوركم، انتوا عندكم ضيوف ولا إيه؟ لا أبدا يا خالتي، دي نور صديقة عزيزة. راحت سناء ناحية نور وحضنتها، حضنتها قوي، حضنتها بحب، بكل مشاعر الأمومة اللي جواها والاشتياق. نور وهي بتحضن سناء حست براحة لدرجة إنها ما كانتش عاوزة تسيب حضنها. نهى قالت: سيبيني أسلم على نور بقى يا ماما. بعدت سناء عن نور. نهى سلمت عليها وحضنتها هي كمان. أما رجب فكان واقف بعيد باصص لها بحب. مجيدة قالت: هقدمكوا خير، ده أنا النهاردة عاملة شوية أكل يستاهلوا بقكوا. ثواني والغدا يكون جاهز. قامت مجيدة وكرمة علشان يحطوا الأكل على السفرة، وقعدوا كلهم يتغدوا. نور قالت: تسلم ايدك يا طنط، الأكل بجد تحفة. أنا عازماكم عندي بكرة على الغدا، وانتي طبعا يا نور لازم تيجي معاهم. نور بصت لتميم فهزلها راسه إنها توافق. خلاص يا طنط سناء، إن شاء الله هاجي حاضر. بعد الغدا كرمة ونهى أخدوا نور وراحوا أوضة نومها بحجة إنهم يقعدوا براحتهم. نور قعدت تبص على الأوضة وحست إن المكان ده عارفاه، مش الأوضة بس، لأ ده البيت كله. نهى قالت: كرمة ما تجيبلنا عصير نشربه؟ ماشي، بس تعالي شيلي معايا الكوبايات عشان ما تقعش مني. وخرجوا وسابوا نور لوحدها في الأوضة. وقفت قدام التسريحة ومسكت البرفيوم وشمته. كانت بتتجول في الأوضة وحاسة إنها كأنها تعرف كل حاجة فيها، وتميم كان بيراقبها من ورا الباب.
تميم دخل عليها وهي بصت له. أمال فين البنات؟ راحوا يجيبوا عصير. تميم بصلها بحب، كان نفسه ياخدها في حضنه ويقول لها إنها مراته وإن ده بيتهم ودي أوضتهم. قطع تفكيره دخول نهى وكارما. انت جيت ليه يا أبي هنا؟ كنت جاي أطمن على نور معاكم، أحسن أنا عارف إنكم مجانين، خفت عليها منكم. ما هو احنا هنجننها زينا، انت عارفنا يا أبي. ومين قالك إن أنا مش مجنونة زيهم؟ ده أنا أجن منهم. وضحكوا كلهم، وقضت نور معاهم وقت جميل ما كانتش عاوزاه يخلص. بعد وقت نور قالت لتميم: أنا لازم أمشي يا تميم علشان حسام زمانه قلب عليا الدنيا. حاضر يا نور، هنمشي. سلمت نور عليهم وخدها تميم علشان يوصلها. نور وتميم في العربية اتكلموا. ها، انبسطتي مع عيلتي؟ جدا يا تميم، حسيت بدفى العيلة، كنت مفتقدة الجو ده قوي. تعرف، حسيت كأنهم عيلتي أو إن أنا عندي عيلة زي دي. بس الغريبة إني لما دخلت أوضة كارما حسيت إن الأوضة دي أعرفها. بس دي مش أوضة كارما. وبصلها في عينيها وكمل: دي أوضتي أنا. أنا آسفة، هما اللي دخلوني فيها، ما كنتش أعرف. يا بنتي عادي، ما هي كارما كده مستولية على حاجتي كلها. ربنا يخليكم لبعض. تصدق نفسي يبقى عندي أخت قوي، يعني أحكي لها كل اللي جوايا. تفتكر أنا ليا أخت؟ تميم سكت ومعرفش يقول لها إيه. وصلها البيت. وصلها تميم البيت وطلعت ومعاها شنط الهدوم. لقت حسام وكوثر قاعدين مستنيينها. حسام أول ما شافها قام يجري عليها. نور، انت كويسة؟ أنا بخير يا حسام، ما تقلقش. يا شيخة حرام عليكي، نشفتي دمي. اتأخرتي كده ليه؟ انشغلت في شراء الحاجات. وانت ما اتصلتش بيا ليه طيب؟ اتصلت بيكي كتير، تليفونك مقفول. افتكرت نور لما تميم قفل لها التليفون. يبقى فصل شحن وانا ما خدتش بالي. طب ادخلي يا حبيبتي غيري هدومك وتعالي يلا علشان نتعشى سوا. حاضر، وهفرجك على كل اللي اشتريته، هيعجبك قوي يا ماما. ودخلت نور وحسام بص لكوثر. عاجبك كده يا ماما؟ بصي البرود اللي بتتعامل بيه. يا ابني ما تخنقهاش كده، ما تسيبها براحتها عشان ما تزهقش منك. انا خايف يا ماما ترجع لها الذاكرة فجأة وما اشوفهاش تاني. مش الدكتور يا ابني قالك ان لو الذاكرة رجعت هتفتكرنا؟ فما تقلقش، هي حتى لو الذاكرة رجعت لها فهي هتجيلنا وهتودنا. نور بنت أصول، أنا عارفاها كويس. عارفة يا ماما، أنا بدعي ربنا إن الذاكرة ما ترجع لهاش علشان ما تبعدش عني. أنا خايف تبعد عني أوي. نور خرجت وقعدت معاهم، كانت بتفرجهم على كل حاجة جابتها وهي فرحانة. حسام اطمن شوية ودخلوا كلهم يناموا. في أوضة نور تميم اتصل عليها. نمتي؟ لا لسه، كنت قاعدة بفتكر اللي حصل في اليوم كله. كنتي بتفكري في إيه بقى؟ إيه اللي عجبك في اليوم بالظبط؟ مش هتصدقني، عجبني حضن طنط سناء قوي، حسستني بالراحة لما حضنتني لدرجة يعني إني ما كنتش عاوزة أسيب حضنها. أديكي رايحة لها بكرة، يبقى احضنيها براحتك. لحسن تزهق مني. لا أبدا، طنط سناء حنينة قوي، مش هتزهق منك، ما تقلقيش. أنا ونهى وكارما أخدنا أرقام بعض، وكارما عملت جروب مشترك على الواتساب بينا. وما دخلتونيش فيه، ده أنا زعلان. ده جروب بنات، إيش أخششك أنت فيه ها؟ إيش أخششك؟ اللغة العربية باظت خالص يا ماما. وقعد تميم ونور يتكلموا ويضحكوا مدة طويلة لحد ما نور قالت لتميم: أنت كده سهرتني كتير، مش هقدر أجي بكرة الصبح النادي. نور ما تهرجيش، اوعي تتأخري عن ميعادك. قطع كلامهم صوت حسام. نور، انتي لسه صاحية؟ هقفل دلوقتي يا تميم، هشوف حسام. نور اوعي تقفلي عشان خاطري، سيب الخط مفتوح. نور لقت نفسها بتسمع كلام تميم وفعلا سابت الخط مفتوح. فتحت باب الأوضة. في حاجة يا حسام؟ حسام كان عاوز يدخل أوضتها لكن نور وقفت قدام باب الأوضة. وسعي يا نور ادخل علشان نتكلم. لا طبعا مش هينفع تدخل أوضتي يا حسام، أنا هروح الريسبشن نتكلم. خلاص مستنيكي بره. قفلت نور باب الأوضة وكلمت تميم. هو متعود يدخل أوضتك عادي ولا ايه؟ لا خالص، دي أول مرة يعملها. أنا هخرج أشوفه عاوز ايه. يلا تصبح على خير. لا قصدي هستنى انك ترجعي اوضتك يعني وتطمنيني عليكي، اوعي تنسي. حاضر، بس تصدق انك صديق رخم قوي. سلام. وخرجت نور لحسام. خير يا حسام، عاوزني في ايه؟ خير يا حبيبتي، كنت عايزة اطمن عليكي وعايزة اشوف احنا ليه بعاد عن بعض. انا قلت بعد الخطوبة هنقرب اكتر، بس لقيت العكس، ودي حاجة غريبة. مفيش يا حسام، انت في شغلك وانا بزهق من قعدة البيت فبنزل النادي وتعرفت على اصحابه وبنخرج سوا. اصحاب مين دول؟ ما حكيتليش عنهم يعني.
ما جاتش مناسبة. بنتين يعني اسمهم كارما ونهى، بس لذاذ قوي، وانا حبيتهم وبنتقابل ونخرج وكده يعني. طب يا حبيبتي كويس انك لقيتي صحاب، بس انا مش عايز صحابك دول يبعدوكي عني. لا خالص، ما تقلقش. ايه رأيك نخرج بكرة ونتغدى مع بعض؟ مش هينفع يا حسام بكرة، اصلي مرتبطة معاهم بميعاد، ومامة نهى عزماني على الغدا. نخليها بعد بكرة. اللي يريحك يا حبيبتي، هفضي نفسي بعد بكرة ونخرج. دخلت نور أوضتها واتصلت بتميم وطمنته عليها، ونامت وهي مبسوطة وبتحلم أحلام سعيدة. أما حسام فكان قلقان وحاسس بتغير نور معاه، وتميم كانت مشاعره مختلطة ما بين فرحته بقرب نور منه وقلقه عليها من قربها من حسام. نفسه ياخدها تسكن في مكان بعيد عن حسام مؤقتا لحد ما ترجع لها ذاكرتها. تاني يوم الصبح صحيت نور على تليفون من تميم. صباح الفل يا قمر، قومي يلا اصحي بقى وفوقي عشان ما تتأخريش عليا. حاضر، ساعة وهكون عندك. لا بقى، نص ساعة وهتلاقيني واقفلك جنب البيت، أنا في الطريق، ها ما تتأخريش. قشطة، أنا هنجز بسرعة وانزلك. خرجت نور ولقت حسام قاعد بيفطر ويا كوثر. صباح الخير، أنا نازلة، عاوزة حاجة يا ماما؟ صباح الفل يا حبيبتي، عاوزة سلامتك. استني يا نور هوصلك. خليك براحتك يا حسام، أنا طلبت أوبر ومستنيني تحت. ونزلت نور بسرعة وركبت مع تميم وانطلقوا. قضوا اليوم مع بعض، وفي ميعاد الغدا أخدها تميم وراحوا بيت أبو رفايدة. نور أول ما وصلت حست بمشاعر غريبة ووقفت فجأة. مالك يا نور؟ ما فيش يا تميم، أنا بس حسيت إن البيت ده أعرفه وأعرف تفاصيل الفرش وكل حاجة فيه. غريبة دي، حسيتي بحاجة تاني؟ حاسة إني مخضوضة. طب يلا ندخل عشان كلهم مستنيينا. ودخلوا، وأول ما دخلوا فجأة نور داخت ووقعت واغمى عليها. تميم جري عليها بخوف. نور! الكل اتخضوا وجريوا عليها. شالها تميم ودخلها أوضتها، واتصل بدكتور شاكر علشان يسأله عن الحالة اللي حصلت لها. ده معناه يا دكتور تميم إن حصل ستريس، ضغط عصبي عليها. انت عرضت ذاكرتها لانفعالات كتير مرة واحدة. طب والحل ايه يا دكتور؟ قال له تميم على حقنة جابها واداها لها. سناء بقلق قالت: بنتي مالها يا تميم؟ اتعرضت لانفعالات كتير الفترة اللي فاتت فحصل لها ضغط عصبي، علشان كده تعبت واغمى عليها. طب وبعدين يا ابني هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا عم رجب، كل ده طبيعي. طب يا ابني ممكن ننقلها المستشفى؟ مش مستاهلة يا أمي، هي لما تفوق هتبقى كويسة وزي الفل إن شاء الله. يا ضنا يا بنتي، أنا مش عارفة إيه اللي صابها ده. قولي الحمد لله يا سناء إن بنتنا طلعت عايشة، وإن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل. وهي كده الذاكرة بتاعتها على فكرة يا جماعة بتنشط بسرعة، ودي حاجة مبشرة. يعني أكيد قربت تفتكرنا. ممكن تخرجوا وتسيبوني معاها لوحدنا. خرجوا كلهم، وقعد تميم جنب نور. هو دلوقتي قادر يبصلها براحته. كان عايز يتأمل ملامحها، لكن كان بيخاف أحسن تقلق منه. قعد تميم جنبها يتأملها، مسك ايديها وبسها ونام في حضنها. بعد فترة صحيت نور وشافت تميم نايم في حضنها، فصرخت. قام تميم مفزوع: أنا فين؟ وانت ازاي نايم جنبي كده؟ تميم بصلها بذهول، والكل دخل على صوت صرختها. يا ترى تميم هيعمل ايه مع نور؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية، استنوني.